كان في تصريح مهم جدا 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 من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بعد خساره الاهلي من صن داونز. تعالوا بينا بسرعه نشوف هو التصريح اللي قاله مارسيل كولر بعد النتيجه الكبيره اللي حصلت من صن داونز على النادي الاهلي. مارسيل كولر اتكلم وقال ان على فريق صن داونز ان هو يقود المباريات الجايه في دوري ابطال افريقيا بشرف. هو نفس التصريح اللي قاله فيريرا مع مدربين الدوري المصري بعد ما كمل الهزائم اللي حصلت لنادي الزمالك والتعادلات اللي كانت غريبه، ولكن وقت ما اتقال مع فيريرا ساعتها كان بيحط او بيطلع اعذار، انما كولر ما بيطلعش اعذار، كولر بيحج بس. تعالوا بقى نتكلم شويه. فرصة النادي الأهلي لسه موجودة في الصعود، ولكن بشرط إن الهلال السوداني يخسر أمام صن داونز الماتش القادم، والأهلي يكسب القطن الكاميروني. عندك كده فرصتين، الفرصة الأولى صارت الهلال السوداني من صن داونز، وإن أنت تكسب القطن الكاميروني. طيب الأهلي اتعادل مع القطن الكاميروني والهلال خسر من صن داونز، هتبقى مشكله كبيره للنادي الاهلي. ليه؟ لان هيكون عنده 5 نقاط والهلال 9 نقاط، فالهلال صاعد بدون ان هو يرجع لمباراه النادي الاهلي الفتره القادمه. حتى لو الاهلي كسبها هيبقى عنده 8 نقاط والهلال عنده 9، فالهلال يصعد بصحبه صن داونز اللي خلاص ضمن التاهل رسميا للدور القادم من دوري ابطال افريقيا. طيب الاهلي كسب القطن والهلال كسب صن داونز، خلاص رسميا الاهلي خارج البطوله لفوز الهلال على صن داونز ويصعد الهلال مع صن داونز. اذا الحل الوحيد اللي الاهلي يكسب فيه يصعد فيه لدور الثمانيه من البطوله هو فوز صن داونز على الهلال، وده اللي هنشوفه في المباراه القادمه. ولكن المشكله كبيره جدا 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 ان الاهلي هيلعب يوم الجمعه والهلال وصن داونز هيلعبوا يوم السبت، فهيبقى في اريحيه جامده للهلال في حال تعادل الاهلي او في حال هزيمه الاهلي. طب فهل فوز الاهلي لازم ان الهلال يلعب مباراه شرسه جدا قدام صن داونز عشان خاطر يعدي دور المجموعات؟ سلام.